بفضل الله المرة اللي فاتت اتعرفنا ازاي نبعت رسالة ايميل مظبوطة. النهاردة هنتعرف ازاي نرفق حاجة مع الرسالة، يعني هنتعرف من الاخر على جميع انواع المرفقات اللي هتكون موجودة مع اي رسالة انت عايز تبعتها. طيب بص يا معلم، هما في نوعين مرفقات، يا اما الاولانية مرفق داخل الرسالة، مرفق مع الرسالة، سواء بقى فايل PDF، سواء وورد، سواء اكسل، سواء باوربوينت، اي فايل انت بترفقه مع الرسالة. يا اما التانية ان انت ترفق حاجة جوه الرسالة، سواء بقى صورة عايز تحطها جوه الرسالة، رسمة بيانية، لينك، ايا يكن. طيب تعالوا احنا كده فتحنا الاوتلوك وفتحنا نيو مسج. احنا دلوقتي عايزين نرفق رسالة في طريقتين، في طريقة اكاديمية وطريقة جميلة. الطريقة الاكاديمية اللي هي لازم طبعا تكون عارف الطريقة الاكاديمية دي اللي هبدأ بيها الاول، والطريقة الجميلة التانية اللي هي الايه السهلة ولذيذة يعني. فاحنا عندنا الطريقة الاولانية، احنا دلوقتي خلاص طبعا عرفنا المرة اللي فاتت ازاي نبعت رسالة او ازاي نكتب ايميل، فمش هنتطرق لكلمة تو وسي سي وكل الكلام ده. هتخش على قائمة insert وبعدين هتدوس attachment، تدوس على براوز ذس بي سي. هتقعد بقى ايه تدوس ماي كمبيوتر وتخش. طب انا عندي اقتراح اسهل بكتير من ان انت لسه هتخش على فايل الدي وفايل السي وتقعد تدور على الفايل بتاعك. في طريقه سهله جدا ان انت بعد ما توصل للمرحله دي، مثلا سي وليكن في الديسكتوب الملف هنا اهو، فانت بكل بساطه شايف العنوان اللي فوق ده ادرس، هتروح واخده كده كوبي، هتحطه هنا كنترول في انتر، هيروح محولك على الفولدر بتاعك على طول. طبعا الموضوع ده سهل. انا هنا مثلا عندي فايل PDF، فايل قصدي باوربوينت، فايل اكسل، فايل وورد. ممكن نقدر ان احنا ايه نعمل كده، نختار الفايلات اللي احنا عايزينها ونعمل ايه انسيرت. طيب دي الطريقه الاكاديميه. طيب الطريقه اللي مش اكاديميه، تعالى نعمل كده ونعمل لهم ديليت الاول. الطريقه اللي هي السهله اللي هي اسمها دراج اند دروب. دراج اند دروب اللي هو انت فاتح كده اهو الفايل، فبتقدر ان انت تحدده كده وتروح شده جوه الرساله وسايبهم جوه الرساله بالشكل ده. في ملاحظه بسيطه كده لازم تكون عارفها، ان انت ما ينفعش تبعت فولدر. يعني انا دلوقتي عندي فولدر هنا مثلا، في فولدر اهو، انا ما ينفعش ان انا اخد الفولدر ده بما حوى. يعني تخيل ان احنا هنحط دول كده، تعالى ناخد دول كوبي ونحطهم جوه هنا. انا عايز ابعت الفولدر ده. طيب هل الفولدر ده ينفع لو حطيته كده؟ مش هيتاخد. طب نعمل ايه؟ انت بتعمل له ايه؟ تعمل له ضغط. لو انت شغال على ويندوز 11، ويندوز 10 و11 بيبقى موجود فيهم خاصيه ضغط الملفات. فانت هتروح بكل بساطه ضاغط الملف بالشكل ده، بينزل لك اهو الملف، نزل لك اهو جواه، بيحتوي الملفات اللي انت حطيتها جواه. تقدر ان انت تشده وتحطه في الحاله دي ان هو يقدر يقبله. ايه ال 25 ميجا؟ ال 25 ميجا بمعنى اصح انه كل فايل لا يتخطى ال 25 ميجا. يعني احنا دلوقتي عندنا 4 فايلات، لازم كل فايل انت هترفعه مع الرساله لا يتخطى ال 25 ميجا. انت لو عندك فايل 100 ميجا هتضطر تقسمه ل4 فايلات مثلا، يعني انا بقول على سبيل المثال يعني. طيب ده طبعا يعني لا يفضل خالص ان انت تبعت فايل اصلا من الفايلات الكبيره، علشان طبعا دي بتاثر على هتاخد وقت عقبال اصلا ما الرساله تطلع من عندك، وهتاخد وقت كبير عقبال ما الرساله توصل عند المستقبل. كده انت عرفت الطريقه الاولانيه ان انت ترفق ملفات مع الرساله. طب هو انا ليه بعرفك الطريقه الاكاديميه؟ الطريقه الاكاديميه دي لازم تكون عارفها عشان تعرف في بعض اختبارات الكمبيوتر للاسف الشديد، انا يعني بعتبرها اختبارات للاسف معوقه. تلاقي سؤال جاي لك يقول لك ازاي بنعمل ادراج لملف داخل الرساله، او ادراج لفايل داخل الرساله. فانت ممكن بكل بساطه تكون عارف طريقه الدراج اند دروب، اللي هو تشد على طول وتحط الفايل جوه الرساله، بس مش عارف الطريقه الاكاديميه. وبيبقى قصادك اختيارات سيلكت انسرت، ومن انسرت هنخش على انسرت فايل وكل الكلام ده. فعشان كده لازم تكون عارف الطريقه الاكاديميه والطريقه الايه الدارجه عموما يعني. دلوقتي احنا عرفنا ازاي ان احنا نضيف ملف داخل الرساله. ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان احنا نحط الصوره جوه الرساله. هنفتح رساله جديده اهي. احنا دلوقتي كتبنا مثلا دير فلان، وطبعا زي ما عرفنا المره اللي فاتت التحيه والطلب والختمه. احنا عايزين نضيف دلوقتي رساله. انت عشان تاخد جزء، يعني طبعا مش هتاخد الشاشه كلها وتروح حاطط الصوره اللي انت خدتها طبعا فيها كل البرامج اللي مفتوحه بتاعتك، فيها كل حاجه. لا احنا عايزين ناخد جزء واحد بس. فعندنا برنامج اسمه سنيبنج. تعال ندور عليه كده. شايف اهو اول ما تدوس SN هتلاقي البرنامج ظهر، سنيبنج تول. هتفتح البرنامج ده كده بكل بساطه وهتقول له نيو. هيبدا يقول لك انت
عايز تاخد جزء ايه؟ فانا هقول له يا باشا انا عايز مثلا سي الجزء ده، انا عايز ده. هيروح واخدها كده بكل بساطه ويروح عاملها لك كصوره. هتدوس كنترول سي تمام، وهتروح داخل جوه الرساله وهتدوس كنترول في، كده اصبح عندك دلوقتي صوره. طيب هل ينفع ابعتها بالشكل ده؟ تمام مفيش مشكله، بس في ملاحظه بسيطه جدا تخلي شكل، بحيث ان انت لو حاطط الصوره دي ما بين كلام، الصوره دي تبقى متعلمه. بيكتشر فورمات هندوس عليها كده بحيث ان انت تديها يعني ايه، زي يعني ضي، تبقى بارزه عن الرساله. ده يعني تميزك، تخليك ان انت حد ايه، انت فاهم انت بتعمل ايه. فطبعا في بعض الحاجات التانيه، بس عاده انا شخصيا بستخدم الشادو ده، بحيث ان هي اي سكرين انا حاططها تديني شادو، بحيث لو حاطط كذا سكرين ورا بعض تمام. انت ممكن تقدر تختار اي حاجه تانيه، بس عاده دي اكتر حاجه مناسبه بالنسبه وانت بتبعت رساله. طيب عايز تبعت جدول من اكسل شيت، تعالوا نفتح رساله تانيه، ندوس نيو ايميل، وعندنا شيت اكسل مثلا. طبعا عايز تبعت شيت الاكسل كله، ده امرها سهل، هتبعته كفايل تشده وتحطه. طيب انت عايز تبعت جدول من جوه شيت الاكسل. طيب بكل بساطه كده هتروح داخل هنا، عندك طريقتين. الطريقه الاولانيه ان انت هتحدد الخلايا اللي انت عايزها تمام، وتروح دايس كنترول سي، تروح رايح هنا. عندنا طريقتين للزق، كليك يمين في عندك، يا اما كده انت كده بتاخد الحاجه، خلينا بس نلونها الاول. اوكي انا خدتها ايه كوبي. هنا بقى لما تيجي تعمل كنترول في، كليك يمين، وهنا بيقول لك انا هحطها بالسورس اللي انا جايبها منه، يعني انا هاخدها من الاكسل شيت بنفس الالوان. طيب لو انت عايز بس مجرد ان انت تبعتها كصوره، عايزين نبعتها كصوره، الافضل ان انت تبعتها كجدول، بحيث ان هو لو هياخد كوبي منها او ايا يكن. طب لو انت فرض انت عايز تبعتها صوره، نفس الكلام، هنحذف الملف، كليك يمين، وهنقول له ايه بيست از بيكتشر. طيب هي بيكتشر، هي هتروح للطرف الثاني كصوره، يعني هو مش هيعرف يعمل ان هو ياخد كوبي او اي حاجه، وهكذا. يعني انت تقدر ان انت تاخد اي حاجه وانت بتعمل كليك عشان تعمل بيست. في عندك كذا اختيار، هو اكتر اختيارين احنا بنشتغل عليهم الاختيار ده، ان هو ياخد الحاجه من شيت الاكسل او الوورد بالشكل بتاعها زي ما هو، يحطها جوه الرساله. طيب الشكل ده بيقول لك انا هاخدها لك كسكرين شوت. طيب الطريقه الثانيه هنعمل ده ديليت كده، شايف شيت الاكسل ده نفس الكلام. احنا هنعمل ايه، هنفتح برنامج السنابنج وهندوس نيو، هيقول لي انت عايز تاخد ايه، هقول له يا باشا انا عايز الجزء ده لحد هنا. اوكي الراجل خد لي السكرين اللي انا عايزها، هدوس كنترول سي كده، انا خدتها ايه كوبي، كنترول في على طول، لان هي كده اوريدي متاخده كصوره. طيب وما ننساش نعمل الحركه الايه البيكتشر فورمات، ان احنا نديها ضي خفيف كده بحيث ان هي تبان ان انا عاملها كصوره. طيب احنا دلوقتي عرفنا الطريقه الاولانيه ان احنا نشد فولدرات او نبعت فايلات مع الرساله. عرفنا الطريقه الثانيه ان احنا ازاي نبعت صوره داخل الرساله. في حاجه اضافيه، احنا دلوقتي وصلنا دلوقتي رساله عايزين نحط بقى سكرين، فدي موجوده في قائمه انسيرت. شايف قائمه سكرين شوت، شايف الشاشات دي او السكرينات دي البرامج اللي مفتوحه. يعني انا دلوقتي مثلا فاتح حوالي 5 برامج، اول ما تدوس على اي حاجه هيروح واخدها كلها سكرين شوت ويروح حاططها لك على طول. بس طبعا انا ما بفضلش ده، لان انت دلوقتي انت لما بتيجي تبعت رساله لازم تكون راجل محدد، فما ينفعش تبعت سكرين كامله، بتبعت الجزء المعني بالرساله تمام. فعشان كده بنخش على نفس القائمه، شايف الجزء اللي تحت ده سكرين كليبنج، انت هتدوس عليه هيقول لك انت عايز تاخد ايه بالظبط، مع العلم ان انت لازم تكون فاتح شيت الاكسل اهو. انا دلوقتي خدت جزء واحد بس من الاكسل زي ما انت شايف دلوقتي. وطبعا ما تنساش تعمل لها الضي بحيث ان انت تكون شكل الرساله يكون مميز. هنا كمان عايز تاخد مثلا سكرين شوت من جوه البراوزر، فهتكون فاتح البراوزر وبعد كده تروح فاتح الرساله داخل على سكرين كليبنج، وهتروح مختار الجزء بس اللي انت عايزه يتضاف للرساله. الطريقه الثالثه مثلا سي انت شغال في ملفات تقيله جدا، مثلا هتبعت ملف 1 جيجا، فطبعا ده مستحيل يتبعت بالميل، يعني ده مستحيل ان انت ترفقه كهيئه على هيئه رساله. طيب ايه الحل؟ دلوقتي في بعض الحلول او تقريبا معظم الشركات في عندهم شير بوينت ان انت ترفع الفولدر ده وتبعت لينك، بحيث ان انت اللينك ده يكون داخل الرساله، الشخص يدوس على اللينك ده يحوله على براوزر، طبعا يقدر ان هو ينزل
الملف. طب هنعمل ده ازاي؟ يعني احنا مش بنشرح دلوقتي الشير بوينت، احنا دلوقتي هنتكلم مثلا سي انت شخص عادي خالص ومثلا شغال في الميديا، هتبعت ملف تقيل فيديو مثلا جيجا. طبعا كلنا عندنا جيميل، فبالتالي هتقدر ان انت ترفع فيديو على الجيميل وهتاخد الرابط تبعته في الميل. طب الكلام ده ازاي؟ طيب تعالوا نفتح جوجل كروم وهنكتب drive.google.com. كتبنا drive.google.com، عايزين نرفع اي فيديو زي ده مثلا، ده فيديو بتاعي تمام، مساحته 39 ميجا يعني اكبر من 25 ميجا. طيب هنرفعه ازاي؟ طبعا في طريقتين برضو، الطريقه الاكاديميه والطريقه العاديه. الطريقه الاكاديميه اللي هو هتروح دايس نيو وفايل ابلود وهنختار فين الفولدر اللي انا فاتحه اهو، هناخد كوبي ونروح رايحين على كنترول في، نحط العنوان بتاعه هنا واهو الفايل زي ما انت شايف كده، هيبدا ان هو يرفع الفايل ويعمل ابلود للفايل زي ما احنا شايفين. طيب عموما بعد ما الفايل ده هيترفع مثلا سي يعني انا بس عايز اوريك طريقه رفع الفايل، فرضا اهو ده الفايل اللي رفعناه. فانت عايز دلوقتي انت اول ما تدوس على فايل هيقول لك وان سيلكتد، هتروح دايس على كوبي لينك. دلوقتي هو خد لينك الفايل ده، هتروح رايح هنا وحطه جوه الرساله. طبعا بعد ما تكتب رسالتك عادي خالص زي ما احنا اتفقنا. هل ينفع ان انا ابعته بالطريقه دي؟ ينفع، بس في طريقه احسن. ايه الطريقه الاحسن؟ شكل الرساله. شكل الرساله ده يهمني جدا. طيب احنا هنعمل كده، هناخد الفايل ده كات وهنكتب كليك هير تو داونلود، وهتروح معلم على دي كده كلها وكليك يمين وهتروح دايس ولينك. زي ما انت شايف هو واخد اول فايل هو واخده، هروح دايس كده اوكي. خلينا نحط برضو الرابط اللي احنا معانا، فانت شوف هنا الرابط احسن ولا ده. هنا طبعا الشكل اشيك بكتير، ان انت لما الراجل يروح له الرساله، تعالى انا هبعت لنفسي الرساله دي، هنبعتها لايميل بهلول ومثلا هندوس اوكي. خلينا نحط الرابطين، هو الرابط ده هو ده، ولكن انا هنا عملت هايبر لينك وهندوس ثانكس. طبعا مش هحط سيجنتشر ولا الكلام ده، احنا بس بنتست نشوف شكل الرساله هيكون عامل ازاي. هنفتح الايميل التاني اللي هو اسمه بهلول، المفروض الرساله تجيلي عليه، اعمل سند اند ريسيف. احنا دلوقتي جالنا اهو الايميل، انا كريسيفر جالي الايميل زي ما انت شايف. بص شكل اللينك هنا وبص شكل اللينك هنا، طبعا دي تبين قد ايه ان انت شخص منظم. هو يعني هو اللينك. احنا لو دوست كده هيروح محولك على صفحه ان انت تقدر تعمل لينك، او الشخص يقدر يشوف الفيديو حتى لو كان 1 جيجا 2 جيجا، هو انت كده بترفعه على الدرايف بتاعك وبتبدا ان انت تبعت اللينك، والشخص يبدا ان هو عايز يعمل له داونلود، عايز يشوفه ايا يكن. ويبقى احنا كده عرفنا اول طريقه اللي هي ان انت تسحب الملفات وتحطها، او تسحب الفايلات سواء بقى فايل PDF وورد اكسل ايا يكن تحطه مع الرساله. الطريقه الثانيه ان انت تحط حاجه او تحط نموذج داخل الرساله. واخر حاجه طبعا ودي اهم حاجه، انه حتى بعد انتهاء المجزره لازم يكون المقاطعه اسلوب حياتك. شكرا، سلام.